المشكلة في الحركة الخسيسة الواطية اللي عملها بمعاونة أبوه. يعني المفروض الأب بيبقى هو العاقل، هو اللي بيصحح أخطاء مثلا أولاده أو زوجته، أو يعني بيبقى كبير، يعني راجل عاقل فاهم، عنده إيمان، عنده زهد، عنده رجولة، عنده شهامة. الحركة دي لا فيها رجولة ولا شهامة، لا من ده ولا من ده. يعني حركة خسيسة تدل على الوطي والخبث واللؤم. وكل الرياضيين الرياضيين رأيهم متشابه في الحركة دي، ان هي فيها لؤم وفيها خبث وفيها ندالة لانه نكران للجميل.